ديال ضياف الغفله، حريشات اللي غيجيوك رائعين زوينين اختي. مكونات بسيطه في الدار عندك، ما كايناش شي حاجه اختي اللي غتخرجي تجيبيها من الزنقه، كلشي عندك في الدار. هادو ديال ضياف الغفله، اولا ديريهم انت للكوطي، اولا ديريهم لوليداتك الصباح المدرسه، ولا اللي بغيتي. شوفي كي كيجيو اختي مشقين وزوينين، كيجيو غزالين ما شاء الله بمذاق البرتقال. يا سلام يا سلام. المهم اختي تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفي المكونات اللي فيه وتعرفي الطريقه ديال التحضير. البنات تبارك الله ما شاء الله كل شيء كيعرف يصايب، كاع المراه المغربيه كتعرف تصايب. انا كنحط هاد الفيديوهات، كاينين شي بنات كيكونوا والله كيتعلموا. انا براسي كندخل الا ما كنتش كنعرف شي حاجه او شي حاجه نسيتها، راه كندخل اليوتيوب كنكتب وكناخذ داكشي اللي زعما كنشوف الوصفه اللي بغيت انايا. يعني داكشي علاش كنديروا هاد الفيديوهات باش كلشي يستافد. ها انت اختي الحريشه كيفاش دايره زوينه، مكونات بسيطه بزاف بزاف. يلا تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر، متنسينيش من واحد لي لايك، حتى تعليق زوين بحالك. يلا وجدي المكونات. لاباس عليكم، هانيين اموركم مزيان. المهم البنات هنايا جيت نشارك معكم واحد الحريشات ديال الفران اللي كيجيو اقتصاديين وزوينين وبساط بزاف. المهم تبعوا معايا المكونات والطريقه ديال التحضير، بقاو معايا. عندنا هنا البنات قبصه ديال الملحه، عندي سكر فاني، اللي بغى يدير نسمه ديال الزهر يديرها، بالنسبه كل واحد والمذاق اللي كيبغي واللي كيدير فيه. عندي كاس ديال سنيده مع مرش مزيان، هانتوما عندي كاس ديال سنيده. بسم الله. عندي بيضه وحده، غنخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. بسم الله. الملحه والبيض وقبيصه والسكر والفاني غنخلطهم. غادي نضيف عليهم كاس ديال البرتقال الليمون، ها هو كاس. البنات انا طحنته بكل شيء ليه، ما خديتش غير هذا سميتو باش يبقى عندي دوك النكهات لداخل. هانتوما كتشوفوا هنايا. دابا غادي نزيد كاس لا ديال الزيت، غاديش نعمرو بنات، راني درتو في الكاس اللي كان فيه الليمون. صافي غنخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتها. انا اكتفيت البنات بالكاس ديال العصير، اللي بغات دير ياغورت ديرو طبيعي، واللي بغات دير كاس ديال الحليب تضيفو. المهم انا اكتفيت كما قلت لك مكونات بسيطه، واكتفيت بهاد العناصر اللي عندي. يعني بارك هاد العناصر اللي عندي، الله يجعل شي بركه. هاد العناصر مزيان حتى تخلطوا ليا. بالنسبه للسميده البنات، عندي سميده رقيقه اللي كنديروا في الحرشه وكنديروا في البغرير، هي هذه. غادي نضيف الكاس الاول البنات، غادي نشوف شحال غتزيد ليا. بسم الله. اللي بغى يدير الكوكا البنات يديروا، انا غادي نضيف غير سميده، راه لكم الاختيارات البنات. ها الكاس الثاني غنخلط وغادي نشوف واش غادي تخصني شي حاجه ولا لا. المهم البنات جوج كيسان، باقي خصني نزيد الكاس الثالث. الكاس الثالث البنات غادي دابا نضيف الخمارات. عاد باش نزيد هاد الكاس غادي نضيف انا البنات جوج خمارات كل وحده ودير على القياس اللي بغات. انا غادي نضيف دابا جوجات ديال البيكون باودر، بالنسبه لي بجوج 16 غرام، كل وحده فيها 8 غرام. صافي غادي نخلط ونبقى نزيد السميده بشويه بشويه. المهم الكاس الثالث البنات اللي استعملت دابا، الكاميرا كطيح. دابا تقريبا غادي نزيد شي نص كاس، غنزيد نص كاس وغادي نخليها على جنب
حتى غادي تشرب ليا على خاطرها، عاد باش غادي نشكلها. ها هو هنا درت ربع كاس كيف ما كتشوفوا. ها هو نتوما راكم عارفين البنات، راها هي ملي كتخليوها واحد شويه على جنب راها كتشرب لينا، يعني ما كتبقاش بحال هكايا. دابا انا خليتها بحال هكايا، غادي هي تتشرب مزيان حتى غادي تولي تجمع ليا في يديا مزيان. عاد باش هذيك الساعه غنجي نخدمها معاكم. غنخليها على جنب دابا وغادي نمشي نقضي شغلي واحد شويه بالمشروبات ونرجع. كيفاش ولات هانتي ملي كديري لها بحال هكا راه كتجمع راسها صافي. دابا غادي ناخذ اختي السميده. انا ما غاديش ندير كوك كما قلت لك، ما غنخدمش به، غنخدم غير بالسميده وندير على اختي واحد الفانيلا سكر فاني باش يعطيني واحد النكهه زوينه. صافي بحال هكا البنات هانتي شتي صافي. وغادي دابا غادي نهز بشويه بشويه وغادي نحط في اللاطه ديالي. غنبقى نهز بحال هكا بسم الله بحال هكايا. شوفي اختي ديري انت القياس اللي بغيتي، صغيره كبيره المهم انت وحكمي في داكشي اللي بغيتي بحال هكايا. صافي وغادي ندير السميده بحال هكايا. خاصنا نحاولوا ما نخسروهاش باش تجينا فورمه زوينه. صافي وغادي نحطها في اللاطه ديالي. ما درت ليها حتى شي حاجه، ما عنديش هذاك الكاغيط ما متوفرش ليا، دهنتها غير بالزيت وغادي نخدم بها. صافي بحال هكا الناس. اللي خافت كاع بغات تحطو خاصها تخسر ليها بحال هكايا. نفرض اللي خافت كاع البنات المبتدئات اللي خافت ما ديرهاش هانتي بحال هكا. صافي حطي اختي في اللاطه. راه كتعطينا واحد الكميه اللي وفيره تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لي انا درت ليها جوج شاشيات ديال خماره، يعني راه غادي تنفخ ليا في اللاطه. هانتوما شي ما كتخسر ما حتى شي حاجه بحال هكايا كتبقى غاده فهمتي. كنمشيو على قياس واحد. صافي غنبقى غادا بهاد الطريقه حتى غادي نكمل اللاطه ديالي ونرجع معاكم. ديالي شوفي هانتي راه كملت انا البنات. عندي الفران ديال البوطه، ما عنديش فران ديال الضو غنخدم به. صافي غادي نديرها لتحت انا البنات، ما غادي نديرها لتحت حتى غادي تشقق عاد باش غادي نطلعها الفوق. يعني ما غاديش نديرها الفوق عاد نهبطها لتحت، لا غنديرها لتحت هي الاول حتى غادي تشقق عاد باش غادي نطلعها. المهم هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا ما شاء الله شحال تجي 14 يعني 16 حبه وباقي ليا في المول، باقي غادي نزيد. شوفوا تبارك الله راه كتعطي كميه كثيره، وراه غير في الكاميرا كيبانوا بحال هكا. تبارك الله راه كبيب راه ماشي صغار. يلا اختي تيطيبوا ورجع معاكم. شوفي تبارك الله ما شاء الله ملي كتخرج هانتي باقا اللاطه سخونه هانتي ما كتلصقش البنات نهائيا. شوفوا تبارك الله كي كتجي مشقه هانتوما كلها ما كتلصق ما حتى شي حاجه. شوفي تبارك الله كيفاش كتجي هانتي شتيها اختي كتجي مشقه كتجي زوينه كتجي محمره كلها من التحت هانتي، ماشي جهه خضراء وجهه كلها تبارك الله مشقه هانتي حتى اللي في القناه هانتي اختي. شوفي هانتي ما شاء الله عليها هانتي. المهم خرجت لي البنات هاد اللاطه هادي وخرجت لي واحد اللاطه اخرى صغيره هانتي البنات راه ما لاصقه ما حتى شي حاجه. شوفي المهم هذا هو الفيديو. المهم من غندير طبق التقديم راه غنوريها لكم. راه كتجي هشيشه البنات ما كتجي لا معجنه لا حتى شي حاجه. شوفوا المهم انا غادي نديرها في الطبق ديال التقديم راه غنرجع معكم باش نحل لكم شي وحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش دايره. ديال الحريشه كيفاش كتجي كنتمنى يا اختي كتعجبك. شوفي تبارك الله هانتي
شوفي كلها كتجي هكايا. واللي ما بغاتهاش تجيها مشقه ديرها الفوق هو الاول، ولكن ما كاينش من الاحسن تجي بحال هكا مفرقعه، كتجي زوينه اختي. من الاحسن تجي بحال هكايا. شوفي كتجي اختي محمره كلها. شوفي هذه اختي راه تيجيو ضيافك تيبركوا عندك في البيت، واجي اختي خلطيها وديريها في الفران. راه ما كتاخذش وقت كثير، راه ما كتاخذش البنات حتى شي تقريبا ما بين الخليط ديالها وكلشي راه شي ساعه الا ربع بحال هكاك، ولا ساعه ما بين تخليها تشرب الخليط ديالها والفران وكلشي. راه تقريبا ساعه ولا ساعه قل شي حاجه اللي كتاخذ ديال الوقت، راه ما كتاخذش وقت كثير. شوفي هانتي نقص باش بان. شوفي اختي عرفتي الريحه ديالها البنات، هانتي شوفي باش ما كتجي لا مدقصه لا حتى شي حاجه. هانتي شوفي اختي الريحه ديالها ملي كانت كطيب مع مذاق الليمون ما نقولش لك اختي راها كتجي واعره. هانتي اختي راه الله نقول لك المذاق كتجي من مقرمشه وكتجي من الداخل هشيشه. هانتي شتيها كتجي من الفوق مقرمشه وكتجي من الداخل هشيشه. شوفي اختي راه ما معجنه ما حتى شي حاجه. هانتي ايوا اختي هذا هو الفيديو ديالي، كنتمناه يعجبك، وخلي لي واحد اللايك واحد الاشتراك، وواحد الاشتراك اختي، وجزاك الله خيرا. وهذا الشيء اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.